بيبدأ فيلمنا بظهور فيكرام في أيام طفولته، وفيكرام طفل طيب وغلبان ومش بيقدر ياخد حقه ولا يدافع عن نفسه، وبيحاول بعض الأولاد إنهم يضايقوه ويعتدوا عليه، لكن بيظهر أخوه الصغير روني وبيخلصوا منهم وبيدافع عنه. ولأن باباه كان ضابط شرطة شريف ما كانش بيحب إن ابنه يعتدي على حد، عشان كده روني خد عقابه من والده. وبالرغم من إن روني هو الأخ الأصغر، لكنه كان هو المسؤول عن حماية أخوه الطيب فيكرام. وبتعدي الأيام وبيتضرب أبو روني بالنار من عصابة مجرمين وبينقلوه المستشفى، وفي أنفاسه الأخيرة بيوصي روني على أخوه الأكبر فيكرام. بتعدي الأيام وبيكبر الأخوين وبيروحوا مع بعض السينما، وفي السينما بيقابل فيكرام سيا، لكنهم بيتعرضوا لمضايقة ناس بلطجية وبيعتدوا على فيكرام ويضربوه. وهنا بيظهر أخوه البطل روني وبيضربهم باحتراف ويخلص أخوه منهم. وبيظهر عم فيكرام وبيقول له إنه قدم له في اسم الشرطة عشان يتعين فيه ويبقى ضابط ويكمل دور أبوه اللي مات بسبب الواجب والشرف. لكن فيكرام بيعترض وبيقول له أنا ضعيف جدا وما أقدرش على المسؤولية ديت. وهنا روني بيشجعه وبيقول له إنه هيساعده ويقف جنبه. وبيتعين فيكرام في اسم الشرطة في المدينة، وبيتريقوا عليه لأنه كان ضعيف جدا ومش عارف يسند نفسه. وبيوصل زعيم عصابة خطير كان مسيطر على المدينة، وكمان كان مسيطر على ضباط الاسم، ومحدش بيقدر يعمل معاه حاجة لأنه كان مسنود من أكبر عصابات في الهند. وبيحكي الضابط العجوز اللي اسمه كيلاش لفيكرام إن الناس دول جبابرة ومحدش بيقدر عليهم، وإنهم قتلوا حفيدته زمان لما حاول إنه يشهد ضدهم في قضية. وبيظهر IBL وهو واحد من أخطر عصابات المدينة، وهو مسؤول إنه يخطف الأسر من المدينة ويبعتهم لسوريا عشان ينضموا لداعش. وداعش كانت بتستخدمهم في تفجير نفسهم وفي عمليات انتحارية. وبتظهر سيا هي وأختها تاني وبيقابلوا روني، وبتحصل بينهم مشاجرة لطيفة، وبيعجب روني بسيا جدا. وفي اسم المدينة بيختاروا فيكرام لمهمة صعبة جدا، وهي إنه يروح يقبض على عصابة من أخطر المجرمين خاطفين رهاين وحبسينهم عندهم. وفيكرام بيخاف جدا وبيتصل بأخوه روني، لكن روني بيشجعه وبيقول له روح وأنا هساعدك. وبيروح فيكرام لوكر العصابة، وروني بيوصل في الوقت المناسب وبينجح إنه يقضي عليهم كلهم بمهارته العالية في القتال. وبيخلي فيكرام يفك أسر الرهائن المخطوفة، وبينسب النجاح ده لفيكرام. بتبدأ سمعة فيكرام تنتشر والناس كلها بتبدأ تتعرف على شجاعته، حتى رئيس الشرطة نفسه بيوصل وبيكرم فيكرام، وهم ما يعرفوش ان روني اخوه هو البطل الحقيقي اللي بيساعد فيكرام. وبيوصل IBL زعيم العصابة الهندي لأبو جلال زعيم داعش في سوريا، وبيطلب منه أبو جلال انه يزود عدد الأسر المخطوفة اللي بيبعتوها لسوريا عشان ينفذ بيها عمليات انتحارية أكبر. وفي الهند بنلاقي عم فيكرام بيقول له ان الوقت أصبح مناسب انه يتجوز، وبيختار ليه عروسة، وبتطلع بالصدفة العروسة أخت سيا اللي أعجب بيها روني. وبيروح معاه روني وبيتجوز فيكرام أخت سيا، وبيعيشوا أيام سعيدة مع بعض. بيظهر IBL وبيبدأ يخطط هو ورجالته عشان يحاربوا فيكرام، لأنه أصبح مشهور في القبض على المجرمين، وهم كانوا خايفين منه جدا. عشان كده ابتدوا يخططوا إنهم يخطفوا أخوه روني عشان يهددوا بيه فيكرام ويتوقف عن مطاردة المجرمين، وهم ما يعرفوش إن روني هو الأخ الأقوى مش فيكرام. وبيقبضوا على روني وبيخطفوه، وبيتصلوا بأخوه فيكرام وبيطلبوا إنه يحضر عندهم. وفيكرام بيقلق جدا وبيبدأ يجهز نفسه إنه يروح عشان يشوف روني. في الوقت ده بيوصي IBL رجالته إنهم يضربوا روني ويعذبوه لغاية ما أخوه يوصل، وبيسيبهم IBL عشان يسافر لسوريا ويقابل أبو جلال. في الوقت ده روني بيمسك العصابة ويعلمهم درس قاسي جدا، وبيضربهم ضرب شديد جدا جدا وبيخلص عليهم ومفيش حد بيقدر عليه. وبيوصل فيكرام في نهاية المعركة كالعادة وبيحط اللمسة الأخيرة، وبيقبض على المجرم بفضل أخوه روني ومهارته في القتال. وبياخدوا المجرم في العربية، وهنا روني بيتفق مع فيكرام إنه يسيبه يهرب عشان يقدر الضابط كيلاش إنه يضربه بالنار لأنه مجرم هارب.
ويقدر في الوقت ده يجيب حق حفيدته اللي موتها المجرم ده من زمان. وبيهرب المجرم فعلا وبيطلبوا من كايلاش انه يطلع سلاحه ويضربه، وبيقتل المجرم اللي موت حفيدته زمان. ولأن فيكرام أصبح بطل بتختار الحكومة انه ينفذ عملية تبادل أسرى في سوريا، وبيطلبوا منه انه يجهز نفسه عشان يسافر. بيخاف فيكرام جدا جدا من السفر لسوريا عشان داعش الموجودة فيها، لكن روني بيشجعه وبيقول له انه هيتصل بيه من وقت للتاني وهيكون جنبه. وبيوصل فيكرام للمطار وبيودع زوجته اللي بنعرف انها بقيت حامل وقربت تولد ابن فيكرام. وبيسافر فيكرام لسوريا وبيدخل الفندق وبيتصل بأخوه روني يطمنه على نفسه، لكن بيوصل واحد اسمه زيدي وهو أخو أبو جلال زعيم داعش، وبيضرب فيكرام عشان اللي كان بيعمله في الهند، وبيخطفوه وياخدوه معاهم. وهنا بيغضب روني جدا وبيخاف على أخوه جدا، وبيقرر إنه يسافر لسوريا عشان ينقذ أخوه، وبتسافر معاه سيا. وبيوصل روني لاسم الشرطة في سوريا وبيقابل الضابط بلال عشان يدور على أخوه، لكن الضابط بلال أما بيسمع سيرة إن فيكرام اتخطف على إيد أبو جلال بيقلق جدا من روني، وبيفكر إنها محاولة خداع من روني وإنه ممكن يكون من رجالة أبو جلال نفسهم، وبيرفض إنه يساعد روني وبيبعت وراه رجالة تراقبه. وبيخرج روني من الاسم وبيقرر إنه يبحث عن أخوه بنفسه، وبيقابل حرامي بره الاسم اسمه أختار، وبيحاول أختار إنه يخدع روني وبيفهمه إنه يعرف طريق أخوه، وكان غرضه إنه يسرق فلوس روني، وبياخده معاه المكان مهجور عشان يتلم عليه هو ورجالته ويسرقوه. لكن روني بقوته بيضربهم كلهم، وبيبدأ أختار يتأسف لروني وبيقول له إنه هيساعده في البحث عن أخوه. وبياخده معاه الحرامي تاني متخصص في سرقة المحافظ، وبيعرف إنه سرق محفظة أخوه فيكرام قبل ما يدخل الفندق، لكن روني بيضربه وبيعرف منه مكان الفندق اللي كان فيه أخوه. وبيوصلوا للفندق وبيدخلوا الغرفة اللي كان فيها فيكرام وبيلاقوا تليفونه على الأرض. وهنا أختار بيعرف روني أنه يعرف واحد متخصص في تحليل البصمات، وأنه يقدر يعرف مين اللي خطف فيكرام من خلال البصمة. وبيروحوا للشخص ده وبيحلل البصمات الموجودة على التليفون، وبيتعرفوا منها على زيدي أخو أبو جلال وعنوانه. وبيوصل روني لعنوان زيدي وبيبدأ يهاجمه عشان يعرف منه مكان فيكرام، وبيطارده وبتدور بينهم معركة شرسة، وبيهرب زيدي من فيكرام وبيتخبط في أتوبيس على الطريق العام وبيموت. وهنا روني بيحزن جدا لأنه فقد الخيط اللي هيوصله لأخوه. وبيظهر فيكرام في المعتقل اللي كانوا حابسين فيه الأسر اللي بيجيبوها من الهند عشان ينفذوا بيها عمليات انتحارية في سوريا، وبيقابل حفيظة وجنيد وهم ناس من المدينة بتاعته كانوا اختفوا من زمان لأنهم اتخطفوا على إيد رجالة أبو جلال. وفي سوريا بنلاقي سيا بتفتح تليفون زيدي وبتبعت منه رسالة لIBL زعيم العصابة الهندي عشان يحضر في مكان اسمه تاج محل، ويقدر من خلاله روني إنه يمسكه ويعرف منه مكان أخوه فيكرام. وبيظهر IBL مع أبو جلال في تاج محل، وأبو جلال بيعرفه إن أخوه زيدي اتقتل، وبيقول له إن الرسالة اللي اتبعتت ليه من الشخص اللي قتل زيدي وإنه عايزه حي عشان ينتقم منه. وبيوصل روني وسيا وأختار وبيبحثوا على IBL، ووقت ما بيلاقوه بيوصل الضابط بلال وبيبدأ يقبض على IBL، وبيحاول يقبض على روني لأنه كان فاكره إنه من رجالة أبو جلال، لكن روني بيقول له إنه جاي عشان يبحث عن أخوه ويحارب أبو جلال. وبيمسكوا IBL وبياخدوه معاهم وبيخدعوه وبيحاولوا يدوه فلوس قدام رجالة أبو جلال عشان رجالة أبو جلال يشكوا في IBL إنه ممكن يكون هو اللي بلغ الضابط بلال عن مكان أبو جلال. وبيبدأ رجالة أبو جلال يطاردوا IBL وبيحاولوا يقتلوه، لكن روني بيساعده وبيطلب منه إنه يعرف مكان أخوه فيكرام في مقابل إنه يخلصه من رجالة أبو جلال، وبيقبل IBL إنه يساعد روني. في الوقت ده بنلاقي جنيد مربوط بحزام مفخخ ومطلوب منه إنه يفجر سفارة في سوريا، ولو ما عملش كده رجالة أبو جلال هيقتلوا حفيظة وابنه. IBL بيبدأ يشرح لروني مكان المعسكر اللي موجود فيه عصابة أبو جلال واللي محبوس فيه أخوه فيكرام،
وبيبدأ روني يتحرك للمعسكر وبيلاقي عدد كبير من الجنود والمرتزقة، وبيبدأ يتعامل معاهم بقوته الخارقة وبيستخدم كل مهاراته القتالية. ورغم صعوبة القتال إلا إن روني كان قادر عليهم وكان بيحارب جيش كامل من رجالة داعش. وبيوصل روني للعربيات اللي كانت خاطفة الناس الهنود وبيهاجم الإرهابيين اللي فيها وبيدمرهم كلهم. وبيفتح العربية عشان يدور عن أخوه فيكرام، لكنه بيتفاجئ إنه مش موجود وسطهم. وهنا بيحررهم من العربية وبيطلب من IBL إنه يساعدهم في الهروب. وبيرجع روني للمعسكر تاني عشان يبحث عن فيكرام. وبيبدأ IBL وأخطار إنهم ياخدوا الناس المخطوفة عشان يهربوهم، لكنهم بيتفاجئوا إنهم في حقل ألغام. وهنا بنت صغيرة بتقف على لغم، وبيحاول IBL إنه يساعدها ويقف مكانها، وبيطلب من الناس إنهم يسيبوه ويمشوا، وبيقول لهم إنه لازم يدفع تمن أخطائه اللي عملها فيهم، وإنه كان سبب في إنهم يتخطفوا ويجوا لسوريا. وبيمشوا الناس وبيوصل مجموعة من مقاتلين داعش وبيحاوطوا IBL عشان يقتلوه، لكن IBL بينجح إنه يفجر نفسه فيهم عشان ينتقم منهم. وبيوصل روني المعسكر أبو جلال وبيطاردوه بطيارات حربية ودبابات، لكنه بيقدر إنه يتغلب عليهم بمهارته في القتال. وبيوصل في الآخر لأبو جلال وبيطلب منه إنه يسيب الأسرى ويسيب معاهم فيكرام أخوه، لكن أبو جلال بينجح إنه يقبض على سيا وبيهدد بيها روني، وبيحبس سيا وفيكرام. وبيبدأ رجالة أبو جلال يضربوا روني ويجرحوه، وكانوا ناويين يقتلوه. لكن في الوقت ده والأول مرة بتبدأ الشجاعة تدخل جوه قلب فيكرام، وما قدرش يشوف أخوه بيتضرب وقدر إنه يتخلص من الحبس بتاعه. وخرج وبكل شجاعة بدأ يهجم على رجالة أبو جلال ويضربهم بكل قوة وشجاعة، وانتصر عليهم. ووصل عند أبو جلال وبكل غضبه قدر إنه يخلص عليه وينقذ أخوه روني. لكن أبو جلال بيقوم مرة تاني وبيحاول يهجم عليهم، وهنا بيوجه ليه روني ضربة قاضية بتخلص عليه. وفي السفارة بينجح رجالة بلال الضابط إنهم يخلصوا حفيظة وابنها من إيدين رجالة داعش. وهنا بيتوقف جنيد عن تفجير السفارة لأنه اطمن على أسرته وإنهم فلتوا من إيدين رجالة داعش. بيرجع فيكرام وروني وسيا للهند، وبيتكرم فيكرام على شجاعته، وبينجح روني إنه يرجع كل الأسر المخطوفة لأهاليهم مرة تاني. وبيفرح فيكرام جدا بأخوه روني اللي فضل طول العمر واقف جنبه وبيحميه عشان ينفذ وصية أبوه. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيلم وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام الجديدة. أبطال الفيلم هم تايجر شروف اللي بيقوم بدور روني، وريتش ديشموخ اللي بيقوم بدور فيكرام، وشرادها كابور اللي بتقوم بدور سيا، وجميل خوري اللي بيقوم بدور أبو جلال، وفيجاي فارما اللي بيقوم بدور أخطار. الفيلم من إنتاج 2020 وتم تصويره في الهند.